سلام، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين مزيان، احوالكم طيبه ومرحبا بكم دائما على قناه كوزين نوها. اليوم غادي نشارك معكم حرشه في الفران باللبن وبلا بيض، كتجي اكثر من رائعه. نخليكم مع الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. عندي هنايا 500 غرام تقريبا ديال السميده رقيقه ديال الحرشه. عندي نص لتر ديال اللبن، ممكن تعوضوه بالحليب. عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، جوج ديال الفاني، وجوج ديال الخمارات بوزن 14 غرام. وغادي ناخد البول فاش غادي نخدم الحرشه ديالي. غادي نعبر معكم هنايا نص كيلو ديال السميده غير بسلافه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان اولا ما عندهمش الكاس ديال العبار، غادي ناخد هنا تقريبا جوج زليف ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. كنأكد عليها كل زلافه عندنا فيها 250 غرام. غادي نضيف ليهم الكاس لاروب ديال السكر. ممكن تقصوا السكر، كتبقى دائما على حساب نتوما والذوق ديالكم، وممكن تكملوا الكاس. كنضيفوا قبصه ديال الملحه، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت باش غادي نبسبسوا الحرشه ديالنا. وغادي نضيف ساشي ديال الفاني، انا هنا غنكتفي غير بوحده، ممكن تضيفوا جوج كيبقى عندكم الاختيار. وغادي ناخد سباتول اولا ممكن تخدموا غير بيديكم، ودائما الحرشه راه كنخدموها غير بالصبع ديال اليدين. كنخدموا الحرشه ديالنا مزيان اولا السميده ديالنا مزيان حتى كتبسبس لينا مزيان بهذاك الزيت، وكتولي لينا مرمله وكتلبس لينا مزيان بالزيت. وما تنسونيش من الدعم ديالكم باللايك والبارطاج مع الاهل والاصحاب لتعم الفائده، ولي كومونتير ديالكم الزوينين دائما. والى اول مره غادي تشاهدوا الفيديو كنتمنى تشاركوا عندي في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ودعمكم دائما كيبقى فضلا وليس امرا. صافي، من بعد ما خلطت مزيان الخليط ديالي ديال السميده وتبسبسات ليا مزيان، غادي نضيف ليها جوج ديال لي ساشي ديال الخماره بوزن 14 غرام، وغادي نحاول نخلطها مزيان وندخلها مزيان في هذاك الخليط. وهنايا غادي نضيفوا نص لتر ديال اللبن، ممكن تضيفوا الحليب كيبقى عندكم الاختيار دائما، ولكن راه باللبن راه كتجي لذيذه بزاف وكتجي خطيره. صافي، وغادي نخلط مزيان الخليط ديالي حتى كيولي ليا شويه جاري، وما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش عاقد بزاف. كما كنعرفوا السميده راه دغيا كتشرب. صافي، هنايا الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل وكيكون على هذا القوام. كتاخذوا مول اللي كيكون مدهون بالزبده وكترشوه بالدقيق، وكتحطوا الخليط ديالكم. الا شفتوه نشف لكم شويه فغادي تزيدوا شويه ديال اللبن اولا الماء باش هكا كيخفف لكم الخليط شويه. ومن الاحسن توجدوا المول ديالكم من قبل ما تبداو الحرشه ديالكم باش هكا ما تحتاجوش تزيدوا لا ماء لا حتى شي حاجه. صافي، غادي نفرغ الخليط ديالي في المول وغادي نحاول نبسطها مزيان باش هكا كتجيني مقاده مزيان في المول. ممكن ترشوها من الفوق بشويه ديال السميده كما غادي ندير ليها، ممكن تخليوها غير بحال هكا، كيبقى عندكم الاختيار. كتشعلوا الفران ديالكم على 180 درجه حتى كيسخن مزيان، وكتدخلوا ليه الحرشه ديالكم كتشعلوا ليها غير من التحت حتى كتحمر، احد كتحمروها من الفوق. والا كان الفرن ديال الغاز غادي تشعلوا ليه على عافيه اللي كتكون مهيله بحال الا غادي نطيبوا الكيك. صافي، هنايا غادي نرش شويه ديال السميده من الفوق، هاد القضيه كتبقى اختياريه. ومن بعد ما كطيب ممكن تسقيوها اولا ممكن تخليوها غير هكا. انا غادي نسقيها من بعد، فخديت نص كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء مع طريفات ديال الحامض ودرتهم فوق البوطه حتى كيغلاو لينا مزيان، وكنخليوهم يبردوا حتى كطيب لينا الحرشه ديالنا. ها هما كما كتشوفوا هنايا انا راه ديجا وجدته من قبل، خليته حتى برد
وغادي نسقي الحرشة ديالي وهي باقا سخونة، وممكن ما تسقيوهاش، راه نتوما كيبقى عندكم الاختيار. وكما لاحظتوا راه ما كثرتش السكر من الاول، حيت عارفه غادي نسقيها. فإلا ما لقيتوش غتسقيوها غديروا كاس ديال السكر من الاول. صافي هنايا من بعد ما سقيتها خليتها تشربات شويه هذاك السيرو، وغادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور من الفوق اولا العسل، كيبقى عندكم الاختيار على حسب المتوفر. وممكن ما تزينوهاش نهائيا وتخليوها كما هي. صافي من بعد ما حاولت هكا ندهنها بشويه ديال الكونفيتور من الفوق، غادي نزينها بشويه ديال الكاوكاو كونكاسي من الفوق. والتزيين دائما كيبقى اختياري وعلى حسب المتوفر، كتزينوا باللي بغيتو. فانا غير كنعطيكم افكار اللي بسيطه وسهله ومتوفره دائما عندنا في البيوت. وهنايا الحرشه ديالي من بعد ما كتوجد كتجي على هذا الشكل، غير جربوها راه كتجي لذيذه بزاف. غادي نحاول هكا نقطع معكم طريف. انا هنا قطعتها باقا سخونه، من الاحسن تقطعوها حتى تبرد لكم مزيان باش هكا ما كتفرتتش معكم. والحرشه ديالنا هكا كتجي من الداخل، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها نهائيا. وكما ذكرت من قبل حتى تبرد لكم مزيان عاد قطعوها باش تجيكم سهله. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والصحه والراحه.